سامعاكي بقى يا اللي بتقولي عايزة اعمل الغدا وعايزة اشوي فراخ، بس لسه هتبل ساعة واتنين. هلا بقى بتقولك لا هتتبلي ساعة ولا اتنين ولا اي حاجة ولا فرن، وهتعملها في الحلة كده وبأسهل طريقة وبأقل المكونات وعلى قد الايد. يلا بينا نبدأ. هجيب فرخة كده متوسطة من كيلو ونص لاتنين كيلو، حتى لو كبيرة ولا يهمك، هتشوي الفرخة يعني هتشويها. هنغسلها كده بقى يا حبيبة قلب الغسالة المظبوطة بالدقيق اهم حاجة والليمون والملح، ونظبطها كده. ونجيب البصلة المبشورة بتاعتنا الجميلة دي. انا بوفر عليكم في الوقت وببشر الحاجة عشان ما اقعدش بقى ابشر واعمل معاكم ايه واطول في الفيديو. هحط عليا حبيبة قلبي البصلة المبشورة دي حوالي 3 4 معالق زيت. ونحط بقى حاجة كده على قد ايدينا، توابل خفيفة كده، مش لازم تعقيد يعني. ملح وفلفل وكمون وكزبرة، وعليهم شوية كده وعليهم شوية كده ملح. تبقى هي دي البهارات اللي انت هتستخدميها. ولو عندك كمان كده يا حبيبة قلبي نص معلقة كركم حطيها. لو عندك شوية زعتر حطيها، مفيش برضه هتبقى زي العسل والله، وهتدعيلي وهتقولي ايه الجمال ده يا هالة. هنقلبهم مع بعض كده الزيت بالتوابل اللي انت عايز اللي انا قلتلك عليها. ونجيب بقى نمسك الفرخة كده، نقلب فيها كده يا حبيبة قلبي، بص، وندعكها كده بالبصل المبشور ده. نغلغلها كده ونحط في كل حتة في الفرخة وخصوصا من جوه. وعندك بقى حد زي ولادي كده بيحب الكبدة والقنصة والسعيد، مستحيل يستغنوا عنهم في الوجبة. لازم تحطيهم، حطوهم كده بقلب الفرخة وما يهمكيش، احنا مفيش حاجة تقف قدامنا. هاجي ماسكه يا حبيبه قلبي كده الفرخه كده بالبصل المبشور كده وحاطه ايدي بقى بصوابعي كده تحت الجلد كده ومدخله برضو البصل المبشور ده. ونخليها كده نحطه كله كده وندعكه، هي دي هتبقى التتبيله بتاعت الفرخه. ما تخافيش مش هنحطها في الفرن، هحطها لك في الحله بقى دلوقتي. وهتبقى احلى فرخه مشويه ممكن تاكليها، وهتدعيلي لانك مش هتاكلي قبلها ولا زيها، وهتعتمد الطريقه دي. هنجيب الحله بتاعتنا كده يا حبيبه قلب على البوتاجاز على نار متوسطه ونسيبها تسخن، وننزل بالفرخه زي ما انت شايفاني كده بالظبط. مشي معايا خلاص. هتقولي لي اشمعنى الحله يا هال؟ هقولك هتعرفي السر دلوقتي معايا خطوه خطوه. ما تجريش الفيديو، تابعي معايا الطريقه دي عشان هتعتمديها والله، وعمرك ما هتعملي فراخ الا بالطريقه دي. بص بقى الحله الغطا ده بيكتم البخار. فتخلي اللحم كده يا حبيبه قلبي طري كده وجوسي، وانتي بتاكليها فراخ مشويه بس مش ناشفه كده زي اي فراخ اللي بتتعمل في الفرن. على ما تحطوها بقى كده مع بعضها على النار تتشوح كده بالبصل. هنحضر بقى احنا يا حبيبة قلبي الطماطماية وقرن الفلفل دول وفصين التوم والبصلاية وشوية التوم وشوية بهارات الفراخ دول وشوية كركم. ونفرمهم كده يا حبيبة قلبي في الخلاط او في الكب. انا فرمتهم هنا في الخلاط وحطيت معاهم معلقتين خل. خلي بالك معايا من التفاصيل. شايفة الفرخة بقى قلبتها كده، لما انا قلبتها على وشها كده هنرجع نقلبها تاني بشوكة كده ولا حاجة ونقلبها تاني. وبرضه هتقوليلي ليه يا هالة الخطوة اللي انت بتعمليها دي؟ كل حاجة بالراحة يا حبيبتي هفهمها لك واحدة واحدة، لانك هتاكلي فعلا احلى فراخ مشوية ممكن تاكليها. وتحداكي لو حد عملها معاكي بالطريقة عملها معايا عملها بالطريقة دي. هنمسك بقى يا حبيبة قلب الخلطة اللي احنا عملناها دي وهحطها وهشربها للفرخة وهي كده على النار. ونفضل كده يا حبيبة قلبي نشربها لها لحد ما نخلص الكمية كلها من ورا ومن قدام. هتقولي لي طب احنا ما حطيناهاش ليه من الاول يا هالة؟ هقول لك بالراحة، خليكي معايا واحدة واحدة. انت هتشوفي بعينيكي دلوقتي وهتقولي انت كان عندك حق يا هالة. حطيناها وهنسيبوها كده بقى. غطينا الحلة، اما نغطي الحلة يا حبيبة قلبي فكل الروايح دي هتطلع في اللحمة او في اللحم بتاع البخار. بيخليها تخش كده في اللحمة بتاعة الفرخة، فبتديك طعم كده عكس مثلا اي حاجة تانية. انت بقى كل ما كل شوية تاخدي من الصوص ده وتحطي في الفرخة كده تنغزي بقى في الشوكة
وتحطي يا حبيبة قلبي على الفرخة كل شوية كده، كل 5 دقايق كده تروحي تشيلي الغطا وتحطي كده تشربي اللحمة بتاعت الفرخة من الصوص ده. من ناحية البخار بيديها طراوة، ومن الناحية التانية بتشرب من الصوص اللي انت حطاه. يعني شوفي انت بس جربي معايا الطريقة دي وهتدعيلي. هنسيبها كده. دي كمان يا حبيبة قلبي الموضوع ده مش متاح ان في الفرن، لانك مش كل شوية هترفعي السوليفان وتحطي او الغطا لا، ده متاح معاكي ان انت كل شوية هترفعي الغطا وتنغسي كده بالشوكة وتشربي اللحمة ذات نفسها الخلطة اللي انت عاملاها دي. جربيها بس كده وهتاكلي احلى فراخ مشوية. الحاجة بتتكلم قدام عينيكي. كل شوية كده يا حبيبة قلبي هترفعي الغطا وتشربي. يا ريت ما تجريش الفيديو، ولو انتوا معايا لحد هنا يا ريت تعملي لي لايك واشتراك وتصلي على الرسول وتستغفري الله، وتفضلي معايا كده تتابعي اللي انا بعمله خطوة بخطوة. هنا يا بها يا حبيبة قلبي حسيت ان الفرخة طابت. خليها تطيب، خليها تطيب الطياب بتاعها اللي المظبوط. هناخدها بقى يا حبيبة قلبي على الشواية، او لو عندك فرن صغير حطيها فيها. هنا معلش البخار كده ايه كان بيعاكسني في الكاميرا فكنت بعمله. جبنا بقى الصينية كده ولا تتهنيها لانها يا حبيبة قلبي فيها الزيت بتاعها. بص بقى هتفضي عليها الصوص برضو اللي احنا عملناه ده، وهتدخليها على الشواية. ولو عندك فرن حطيها فيها وولعي الفرن من فوق ومن تحت. مش يعني حوالي كده 5 دقايق هتطلع معاكي بقى بالشكل الجميل ده. فرخة مشوية طرية جميلة، طعم ولا أحسن من كده. هتدعيلي وقوليلي رأيك بأمانة لما تجربي الوصفة وتطلع معاكي كده. يا ريت تكتبي لي رأيك وتقوليلي وتصلي على الرسول. وسلام عليكم ورحمة الله. ويا ريت تقولي لي رأيك في الكومنتات. ويا رب اشوفكم في احسن حال. وما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم.